أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد ويا داود بيمروج قصة يرى ديتر داود بيهمرنا الله دل دولش جينا الزبور دو الله تدك هتشيروي. الزبور مذكور 3 مرات في القرآن باخ. قرآن شو زبور قوز حاخندو. وقر حلقة داود بيمرة كيش بيمر شو أحيوت شينح. مثلا سورة نساء شو إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. أي بايمرش سان الله دارشا وحيد الأربوخ شوشتيت إرش يخشل تيحا بو الله دالا وآتينا داود زبورا. شوز لخا سورة إسراء شوحاخنو إذا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يعني اشتقال سورة البقرة شوحة حاخنو إذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات بوش دولش دولة تو آيتي. تاق محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم درجع الله دال أيضا اشبوخ شل تشأجر غول إنك محمد پیغمبر ويا وينا خ ذكر وراثة الأرض في الزبور. زبور شوحة إيلت تح دول ديش كورد خير الله ديل قيرن بولش بولا ديل ديك ليش بو الله داود بيمر شي قومي الله إذا اشتتلح الخموسة بيمرة شي قومي الله إذا. مثلا الله دابو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زبور شو بعد الذكر أن الأرض لا يرثها إرث الله كوتشر دق وقتها الله دالا اشتدول ديش اتو بنا دعوة تور ورق دخل بولش ليش بونال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله دال عبادة ديش بولش بول قومنا ديل ليشنا قيقن بهار. تلحظ موسى بامرا ألا إز قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني وقع داود بايمرس حنق الله بنو إسرائيل إشك الله موسى بايمر حق الله بنو إسرائيل إشك الله جكت إشك الله يهود إشك اتشني اتزبور تيحي توراة تيحي آل ربحان هدو آلتش تغنى شيء دو إلات بوش بولو جكتي شيء بنس ليتستو شاشة اسمع إبراهيم إسحاق تعين غدو بنس ليتستو شيء قاعد دو يطون تدو إزلات بوش بول شاش مخلشي ديك دلح ودلح إبوش بول جكتشن آلهم دوار سان دو عال داكم دوارا هون ديالتشا اي الله ديل ديكليشن باي إدوتس دير الله دال متعب ولش ديل تعبش مؤمن ناخن باي إدوتس دير إيش تخلعها تقمة دو إز إيش بولشانا تانا إيش بوتشانا أما إيش باتحها تقا إذا بوصل بنيه بيداتس. قرآن خ أشي زبور خ قرآن الله عن حديث يحبى مرة صلى الله عليه وسلم
هر حديث ديت بخاري حديث دوار أبو هريرة الله بيامر الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن أي داود قرآن أتدرك داود بيامر هوقع فكان يأمر بدوابه فتسرج أي أحيب قور كياتشي يشين أروال كياتشي يلي فيقرأ القرآن دي شرطه من قبل أن تسرج دوابه يحيب كياتش دلي ولا يأكل إلا من عمل يده شيكوك ديك نك بيدوش وازل الحق حديث ياحا زبور قرآن هند التي هو عنده تي الشا تنا روايات دقويو تن روايات تن إبحن حق دلي الكشميهني بوش بخاري رواة شخص رواة راوي وإذا تو قرآن متن قراءة دوش دالنا قراءة ديشر دقس أي القراءة بدل القرآن ومتع قرآن تمود حديث خفف على داود القرآن درا وق رواية تاعها خفف على داود القراءة القراءة ديشر سندير اتعلمنا خبوخ قيل المراد بالقرآن في الحديث القراءة القرآن جوحة القرآن هلوش دقا قراءة تون ديش الله دال دينيرتون دي دينيرتون يحيب كياتش دل السيخ ديش والر إزبوغ القرآن هلوش دقا قراءة معني حديك نتارة إذا غولي دولش دول دوشتو دي سندرش حيغ زدوي خانتي يرحم وين داود عليه السلام أعبد الناس ناخ أجر جو عبادة ديش وقال لا دي تسنوي نديل إلى صلى الله عليه وسلم كان داود عليه السلام من أعبد الناس أجر عبادة ديشاره ورقز كيف لا وهو نبي ملك إذا إلشو بايمرو إذا ملك وإز بتشع وإز وخليفة رسول وقد أنعم الله عليه بالنعم الغامرة وهو يعلم أن عليه أن يقابل نعم الله بالشكر الله دال شين شورت نعمة دلتون دقر دلوردوش إشين دل نعمتنا شكر ديزي خاتون خام بيزي خاتون ومن شكره لله الله دال شين دل نعمة شكر درعونتنا أن يكون أكثر الناس عبادة وذكرا لله الله دال حيغ وريحي الله دال عبادة دريحي أقر غولي ويقول إزال صيام داود وقيام وقراءة للقرآن ديوت وانين سبايمر صلى الله عليه وسلم ومر معنا قبل قليل حرص على قراءة الزبور وتخفيف قراءته عليه وينتع حخيلة زبور دوش خلري الله دالتون إديشر ديد خلري اشتا بايمر اللوين عن صلاة داود وصيامه عليه السلام وأنه كان أفضل العابدين صياما وصلاة هرا بخارس ديتن حديث ذوين موضوع إلتشا أحب الصيام إلى الله صيام داود بوهدين إلتشنو الله أن أقر دوك ديش دول مرخ قابر داود بايمر مرخ درشون مو خلا إستاك إلتشا كان يصوم يوما ويفطر يوما تاندي أنا مرة كبرت ووق دي أنا مرة دسترتو إنستغنى وتده كان دول هوك دي نوشكاها قوب شورشنا قابة اتو بويز هندي أشرر رجب بوت حقيحة الشهر الفرد الله قنخ فرد بوغ شابي لك بوكز أشهر الحرم ده الحرم بين بولش بول بتش شين شو عطوان باش شين شو حرم ده كده ده حرم دين دولش دول بتش بيوتش نحا قول ولا عبالن بوينا يوصل أبغى بلشول تيحبايا رجب حقن باتشن شهر الفرد شابل لك بوغ دوش شهر مضر أو لقنخ مضر طيب دو قريش طيب نش طيب دو بيا صلى الله عليه وسلم طيب نخلوه تارج أو سيدش اللورش بتخل بويز شا رجب بوغ من الترجيب دو الترجيب أي تعظيم سيدر أيضا شوغ سيلحة بتخل إذا شوغ ترجوياش سنديرة من أشهر الحرم الله دال بزبن بيتشو يخلشه سنديرة تحبوا العلم ناخ شهر التطهير على قناة تطهير بوجوده
حو مرخبة أحكي شنبه تو بعدين الله ديلي ويرزن عايقر وهم دعاد يقن ديك شو نخصو وولش إيش ديكهم مرخ كابا قوبش مرخبة مرز ولا ديك بوت بوحون هرا هوت بوغش بور تيح بوغش بور شعبان بوت يلا إيش تحيخن بيت نشدو إيش تنديره هر سن دولش دول مرخ كاب مرخ قوبش ولشون مرخ كابا نيتس بولشون إلوش ولشون ديك إهتو بوهر سندي حديث أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود بعد دالا دوك ديش درستو لا مز داود بيمر لا مزدعونا كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه أخ بيسنا بيورتو ثلث قول داعدو دعوت لا مشدورتو أكا ديسن يخان يغو نبي ورتوال يدق يولشول خان بيوسن عبادة ديش حوش خلصوا إذا وينا بيا مراء ديش خلير على حديث تقوشر دوي إن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على داود في عبادته عليه السلام ويشهد له ويشهد له بأن صيامه كان أحب الصيام إلى الله وأنه أكثر الناس صياما حيث يصوم يوما ويفطر يوما على مدار عمره كله هق حديث يا حبايب مرة الله ديل داود بايمرة إز حش تنتيش خدشو إذا تو قوبش دولش دول المرخة تو ديش دولش دول عبادته دال دوك ديش خلري إتوش داخل دائما ديش خلري كما أنه كان أكثر الناس صلاة في الليل حيث كان يبدأ ليله بالنوم فينام نصف الليل ثم يقوم يصلي ثلثه ثم يعود لينام سدسه إلى مسحق عدق إلى الروي قال الإمام ابن حجر في شرح الحديث حديثا شرح داشاء إمام ابن حجر الأسقلاني وإذا محدث قال مهلب سأل لا كان داود يجم نفسه يجم أي يعد كيتشن بورش ديك نفسه ويريحها بنوم أول الليل أي بيوس يولي يحجى شديغ سادعتي بيوسن كده حلقة كيتشن بورتو شديغ سادعترتو ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه الله دال قيقم باشيول شلخان يوكو زوين حديث عيئن يولا هل من سائل فأعطيه سؤله تعاشيك خوتشيك ديوش سعويت وداخك شالور دولش اتخين حلا خوتيه الله دال عبادة دورتو ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل شوف عشان دعوة الله ذا الحسدش عبادة ديشيول شول إخانا شاك أدل دولش دول دي غيو جمع الله سادع الترتوتين قال بيمر حقيقة بوغ وهذا كان قيام رسول الله بيمر ديش الله إزبوته حيث كان ينام أول الليل ويقوم وسطه روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي ألفاه وجده بعدك أي والمراد بنومه بعد القيام ما ألفاه السحر عندي إلا نائما يالشا تويست بيغمر عليه الصلاة والسلام علاقة عبادة دوية أخقى علا مزدلي سكيزك خين شوحا نائما بوغا مضطجعا على جنبه أغوان تدعتوجن كرورشين يال عبادة دائما تعا بيوسن متيالر يهور بيوسن نشي تهجد لا مزدادن أخقى إذا مصدعوش تعتوجنابا يالا حديث وحديثه بيغمر صلى الله عليه وسلم إشت عبادة ديش خلال رقويت وين بوغ تحكم مع عبد الله بن عمرو في الاقتداء بداود وللحديث السابق الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مناسبة عبد الله بن عمرو بن عاص كان توهر هرا حديث شدوق دي تنشار أخوه أبو هريرة سارويتش
كان أكثر مني حديثا يا الله وين ما خأر أقردوك حديث شديد سنق أبو هريرة فيما أصحاب شو آحا دلح أبو هريرة شال دوك دي سنق عبد الله بن عمرو سيال هند لأنه كان يكتب ولا أكتب فود عياز واشغل دير فيما مال قال لك قد عياز واشغل عبد الله بن عمرو بعاص تان دينا حا فيما أصحاب شا دعون ديازو إذا فيما عليه الصلاة والسلام اوز وغان شو اولش دي كل اماك سمصهم دعما يازي الا يوبي اللقز دا فيمر عليه الصلاة والسلام يخبر شين تدي ان شو تيحا دعيازي الا تنج هوك بتي هوك بمتي هولا بعدك بأر دولش دات صون الا فيمر صلى الله عليه وسلم اشته حديث ديت سنول عبد الله هي بوه هوك حديث هذا حديث ويهرا رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال كنت أصوم الدهر به الهور دينا هذا دائما مرنا شكوب شورشا وأقرأ القرآن كل ليلة هور بيوسا لامس قرآن ديوش ورشا فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي يا بامرشينت وأيت نيرتي يشاء حقي نيرتي فأتيته فقال لي يا على كل حال بامرتي وأنا إذا بامرشيك إلربوه ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة بوه شيك خام بنا شيك ألا دائما مرنا شقوب شو هو بيوسن قرآن ديوش وعائل لا مشتاش قلت بلى يا رسول الله بوه وشأل ولم أرد بذلك إلا الخير شا إذرت ديك بيلوش واتسان شأل أي شين ديك نقديش ديش دو شائز قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام حون قاتشم بوحون بو بايمار تشنغا هور شرچ هور بت وحا شهر بت بو هور بت وحا قمر قاب قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قي سوى والروحون شابه قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا بو زوج حق ضحى حيش حق ضحى حيدير حق ضحى بوتين بيامر صلى الله عليه وسلم قال فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس أكشا سوى الرؤى داود بيامر مارنشكابة عبادة ديشارة أقرج أونق ورحون إزال قلت يا نبي الله وما صوم داود صوم داود صوم داود مارخو رغدو آلتش كان يصوم يوما ويفطر يوما دينا ماركا برش ووق دينا داسترتوش اتشريز دين اتشري دواتاش ثم قال واقرأ القرآن في كل شهر هو بتح تأدي شهر قرآن بواتن قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك شياقي سوال روعن بوخ قال فاقرأه في كل 20 هو قدينا عدي شح يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك بوتاك عمرس عبد الله بن عمرس الشيخ سوال روعن فاقرأ في كل 10 هو إتينا عدي شح يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك كي سوال روشا كي قول كي حلغي ديشور دوشيك قالت فاقرأ في كل 7 ولا تزد على ذلك قالت هو ورخ دينا عديش كسو موال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا زوج حقي حيش حقي حديق حق دوحا ال قال تك حبو عبد الله سبوغ فشددت فشدد علي شاشين خلدير شادالاشين خلدير كزياد بس ديل إليشنا صلى الله عليه وسلم اتسلشين اتو بن خلش شين خل مدي بوش خلش ديل إليشنا شين اتناج اتك عيات شعورش وريزة دل شاشين خلدير تو وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر بوه ديل إليشنا حون سراء بوه حدود قان والله زوارتا مبوعبه فصرت إلى ذلك إلى الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إجن ما أذر وقل لرشابوه فلما كبرت شاقان الوقل شيناحا وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم ديل إجن شين بلبل أتو
حياة خل بلرشا الله لإرشين بوخ. وفي هذا الحوار التربوي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يصرح رسول الله بأن داود عليه السلام كان أعبد الناس. هر حوار تربوي يقوش يعاموش خلل شاتاني وحقم الله حق وين بيلقل دورش دي كودون يالجا داود بيهمر عليه السلام أعبد الناخخ أقر عبادة جود يشوق خلر. تلتح تكامل شخصية داود في عبادته وشجاعته. عبادة دريحي مير خل ريحي قاتشم بلشتك خل داود باخ. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين التكامل يرسم مثلا سير شانس تبوه قاتشم بلشتك خل في شخصية داود عليه السلام. فرغم أنه كان أفضل الناس في عبادته وأكثرهم صلاة وصياما إلا أنه كان أشجعهم أيضا في الميدان. ما رح كابري علامز درنا عبادة داشي أو خل تعاشى إخل تعاشى ديلني أعغاز الدشنا عقر ميرا ورهون بوخ. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. آية لا مزي نمر خاديتسن شلت يحبوه ولا يفر إذا لاقى. مستغشون دعال والجه بؤطوش وازرهون إزبوطو. أي أنه كان شجاعا في الجهاد ثابتا في الميدان ديوني عاد والقاوي ميرا يغطى ورشا بؤطوش وازر إذا ألا بلقل دول وينا وقعدي ثاحي. تلتحى تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام تتقى شوية ضلح إذا إن شاء الله تعالى ويغدو يشدق بإذن الله تعالى أو تعطوا يتدوية الله ذلك سبيقا بوينه.